صباح الخير البنات، صباح النور. واذا كنت تشوف الفيديو في المساء نقول لكم مساء الخير، مساء النور، ربي يحفظكم كامل. شكرا على تعليقاتكم كامل. اليوم ان شاء الله راح يكون روتين خفيف ظريف ان شاء الله. راح ننظفوا هذا. تقولوا حتى نتوما الحوش، نحن نقولوا كي تكون مساحه هكا محلوله نقولوا لها الحوش. راح ننظفوها. بما انه ما زلنا مع الاصلاحات، ما زلنا مع البناء، انا ما زلنا ان شاء الله ربي يعيننا ويعين اي وحده راهي تقوم هكا بخدمة تخدمها. أكيد العمل راهو عبادة، كل ما ننظفو كل ما نخدمو هكا منو نرتاحو في ديارنا. شوفوا هذيك من معمرة تراب. شوف احنا جرى أول مرة باش يتنحى هذاك شوية تراب، ومن بعد ما ننظفها درك نهبطوا لتحت باش نبين لكم واش الاصلاحات اللي كنا نخدموا فيها. مش اصلاحات نورمالمون، مش اصلاحات لانه بناء من الاول للاخر. اصلاحات وقتيه كي تظلي حاجه فاسده مثلا وتحبي تريقليها صح كيما هكا. هاي قلت لكم راح نجروا ننظفوا ورانا نحكوا مع بعضنا، نفنسوا مع بعضنا ونحكوا شويه. هذا كمان قلت لكم البناء حبيباتي. تكوني صبورة ويكون عندك دراهم زرق. حاجة تقولي نخدمها مثلا ب5 ملايين فقط تجيك 10، تجيك على الأقل 8. حاجة تقولي ب8 تخدم ب10. حاجة تقولي ب10 ديما راكي تزيدي شوي، تخمي وتحسبي وتريقلي قد على حاجة راهي تجيب 10 من بعد راح تفوتلك حتى 12 13. يعني الواحد راه يحسب بصح من بعد راح تخرج حوايج اخرين ما كناش متوقعينها اصلا. المهم ما تنسوش برك حبيباتي انكم تشتركوا في القناة، لانه القناة مازالها جديدة ومازال ما تعرفوش عليها البنات، وبارطاجوا حتى ان شاء الله يشوفوا قناة البنات ويدخلوا حتى هما يستفادوا ان شاء الله معنا في هذه القناة. حبيباتي راهي فيها غير البساطة. البساطة راهي كل شيء، ما فيها لا فوخ لا زوخ، كل شيء الطبيعة، عايشين كيف ما كانت الحمد لله. ودائما لازم نشكر ربي على كلش. واللي تنضم لي نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا القناة ومرحبا بكم ودار داركم. انا عندي مكان لا تقلاش غير البساطة. واكيد اللي لازم تخدم دارها ولا تشري سكنة ولا تشري طوموبيل لازم الاقتصاد. الاقتصاد ماشي غير في المصروف، الاقتصاد في الماكلة اللي طيبيها، اللي بقات تعوديها ديريها الغدوة، ديريها العشاء، تعاودي انها ديري لها اعادة تدوير، ما تبذريش اللي ديري ماكله اخرى. وهذيك طيبيها في الغداء كيما اليوم هذا كلنا درنا عصيده. ان شاء الله تكونوا تعرفوا العصيده ولا لا. هذه البوتيه تاع الغاز راني نطيب عليها، قلت لكم مدير الطابونه طيب عليها حتى نديروا ان شاء الله الغاز. اليوم هذا قلت لكم درنا عصيده، قالوا لي راهو اول حاجه كي تدخلوا لازم طيبوا عصيده، وثاني حاجه كنا درنا رفيس. كاين حوايج هكا ننسى باش نحطهم لاني اول مره مبتدئه في القناه، ننسى باش نحط حوايج هكا من بعد ما تم باش نقول نسيت حاجه نصورك الحاجه هذيك. وهنا من بعد درت الغداء، درت جيري مع فلفل حار جا روعه. من بعد ما طيبت الغداء تغدينا، صليت الظهر، ارتحت شوي ومن بعد رجعت اكيد للروتين.
لميت هذا الكنكسور كامل كان محطوط هنا، كنا نخدموا به واحد المره وقعد محطوط هنا. ايا لميت ونحيت منه. شوف فيه واحد الحجر، فيه واحد هذوك تاع تريسيتي كي كنا نقصوا في الخيوط تاع تريسيتي هاكم على بالكم. نحيت منه الساعه هذاك الزايده كامل، ومن بعد بديت نهز نحط في البيدون ونهبط باش نحتاجوه نخدموا به لتحت. وكنت نحكي لكم على الاقتصاد، وكنتكم تقدروا تحافظوا حتى على الخضر تاعك اللي في الثلاجه انك ديما تراقبيها. ثمش ما عندك خضره فسدت، باش ما تفسدش هذيك الخضره اللي كنتي شريتيها. راقبيها بين نهار وجوز، راقبي هذيك المواد الغذائيه باش ما تتمش الصلاحيه تاعتها، باش تستهلكيها بيا. ثاني كثره القليان او هذيك الزيت اللي تستهلكيها، ديري بها كسرة رخصيتي، ديري بها ملوخيه. الماكلة البرة راهي مصروف كبير، وزيد لازم تحافظي على الصحة تاعك. ديري ماكلتك في دارك تستنفعي بيها. كاين حاجة أخرى، الحصالة. كل ما تصبري على هذيك الحصالة، كل ما تتحدي نفسك، كل ما تجمعي مبلغ مليح راح ديري به. مثلا تشري به حاجة كانت ناقصتك في الدار. الحصالة راهي مفيدة ومليحة وتنقص غزينة، تحفزي اصلا باش تجملي باش تشري هذيك الحاجه اللي انتي كنتي حابه تشريها. راح نجملو في بلاصه واحده باش نرمبلو به حاشاكم الطواليت هنا، باش تجي تعلى شويه، خاطر كيما على بالكم القصعه لازم تسحق شويه هكا التراب تحتها باش تعلى شوي، باش تجي مريقله. ومن بعد نخدمو ان شاء الله طواليت. هنا هذا كل جملته هكا في بلايص هكا، ومن بعد راح قلت لكم نلمو ونحطو في بلاصه واحده. هذا كامل. دركا راحوا تشوفوا معايا الخدمه اللي مازال رانا نخدموا فيها. معايا تشوفوا الخدمه اللي كنا نخدموا فيها، بما انه كانت عندنا حوايج ياسر كنا راح نكمل نقصوها، لكن يا سبحان الله جتنا حاجه ما كناش متخيلينها اصلا. نورمالمون حاشاكم حاشا قدركم. الزيقوات كنا خدمناهم هنا فقط، يعني على اساس تواليت راح تكون في الجهه هذه فقط، لكن درنا واحد هنا وواحد اللي هي تحت سكيري. لكن بعد كي درنا في الصاله بدلنا خلاص الصاله، ولينا اضطرينا انه هذا كل نطيحوه ولا نحفروه. هذا كامل نحفروه باش نديرو تواليت اللي هي خلاص، يعني الفوق ماشي على التحت، باش نديرو تواليت باش نهبطو هذه القصبه هنا. وخدمنا هنا حاشاكم هذا الروقار هنا رجلناه فينيناه، مازال غير نخدمو المغلق تاعو. وهنا هذا كلنا نردمناه وقفلنا منه. بعد ما حفرنا رجلنا هنا، يعني واش نقول لكم يومين واحنا مع هذاك الحافر. يعني يزيد راهو ناقص ما يتحفرش حتى بالفئس. لازم هذيك واش اسمها يا ربي دوك كنت نفكرها نكتبها لكم هنا، المارتو بيكير هكا اسمه، المارتو بيكير هكا وقيل. باش حفر به باش يقدر انه يحفر بها باش يوصل هذوما القصب. شوفوا هذه كيما هذه راهي تاع المسكوكه تاع هنا، يعني تاع الجراج، باش يريقلها هنا. قلتلكم يعني بحفرناه كنا تهنينا، يعني قلنا لتحت خلاص كملنا خدمنا، حتى ولتنا في خدمة أخرى جتنا هنا لتحت. يعني كنا راح نخدموا الفوق وراح نديروا الكلاج ونكملوا نخدموا الحاجات اللي ما زالت ناقصتنا، حتى جتنا حاجة أخرى ما كناش متوقعينها أصلا. أنا عن نفسي ما كنتش كاين حوايج ما نعرفهاش. كنت نحسبها يعني قصبة راح نهبطوها من الفوق فقط هكا وتمشي الفوق حتى طهبت هنا الرقل هذا. لكن من بعد كي جاء راجل شيف قال لي لا لازم تمشي القصبة هنا لتحت خير، باش من بعد ما تحلش وتوليك فيها ديفو ولا. هذاك علاش حفرنا كملنا دركا هنا. مازال غير سيمنا منها شوي، مازالت هذه نكملوا نسيموها ان شاء الله حتى نرتاحوا شويه. اليوم كامل ونحن مع هذه مع ردمنا هذا التراب مع رجلنا منه. الغدوه ان شاء الله ونزيدوا نكملوا اللي مازال باش نسيموا هذه كامل، ومن بعد باش نزيدوا ننظفوا هذا الكراج كامل ونحوا هذا التراب كامل ونخرجوه لهي للباب باش نخرجوه. نجيبو كانش كاميو باش يهز هذا التراب كامل، لانه من بعد كي تحفرو تولي هكا الرمل الوقت تراب ولت حيله لازم تنظيفه كبيره. فهمتوني دركا؟ وما زلت حوايج ياسر درك نبارطاجيها معكم مع الايام. المهم ما تنسوش البنات انكم تشتركوا وتبارطاجوا القناه
حتى ان شاء الله تكبر لمتنا نستفيدوا كامل، وان شاء الله كل واحده ربي يعينها